السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله يا رب تكونوا دايما بخير. كل سنه وانتم طيبين وبكحك العيد مبسوطين ومتهنيين. النهارده ان شاء الله نعمل مع بعض كيلو كده من الكحك. انا هستعمل ان شاء الله دقيق الكوثر جميل قوي، ومكتوب عليه كده لجميع الاغراض اكسترا، يعني حلو جدا. معايا سمسم انا جبته ابيض وحمصته كده في البيت عشان يدي ريحه حلوه ويكون طازه. ومعايا ريحه كحك. وفي كمان محلب مطحون، بتجيبيه من عند العطار وبتطحنيه في البيت، وثلاث معالق سكر بودرة. ومعايا ريحة الموز وشوية لبن صغيرين، هعجن باللبن ومية. وطبعا مش هنقدر نستغنى عن الخميرة وعن البيكنج باودر وشوية عين جمل صغيرين كده، والملبن طبعا أساسي عشان هنحشي ايه الملبن. وعايزة اقول لكم ان الكحك ده يا جماعة كحك على البارد، مش هنقدح السمنة خالص خالص خالص. معايا هنا 550 جرام من السمنة البلدي. دي سمنة جاموسي بلدي، عايز تعمليها بسمنة نباتي اعملي، عايز تعملي بسمنة خليط، عايز تخلطي بلدي على علب خلطي، مش هيحصل اي حاجة. هنبدأ مع بعض طبعا، حتى لو دي زي ما احنا متفقين لو هو مغلف يعني متعبي اكياس برضك لازم تدخليه عشان تدخلي نسبة هوا كده في الكحك، يبقى ايه واخد هوا كده، وتبقى خفيفة كده معاكي الكحكية. هنسمي بسم الله الرحمن الرحيم. نخلت الدقيق، هحط بقى ايه 3 4 معالق كده من السمسم. بسم الله الرحمن الرحيم. سمي بالرحمن كده وصلي على الرسول عليه الصلاه والسلام. تطلع الحاجه كده معاكي كلها بركه. شويه محلب صغيرين كده على حرف المعلقه. وطبعا هنحط ذره الملح. هنحط كمان معلقتين 3 سكر بودره. برضو السكر انا طحناه في البيت، عشان طبعا احنا عارفين السكر اللي بره بيبقى عليه شويه نشا كده، فعشان ايه ما يبقاش ما يديكيش نتيجه عكسيه في اي حاجه. فاستعملي طبعا دايما السكر اطحنيه في البيت. هاخد بقى على طرف المعلقه زي ما احنا متفقين بيكنج باودر، ربع معلقه كده صغيره عشان نحافظ على رسمه الكحكه بتاعتنا. ربع معلقه صغيره بيكنج باودر. وهاخد ريحه كحك معلقه كده، ما تكتريش منها برضو عشان لو هي غامقه ممكن تغمق لك العجين. هحط ايه شويه كده على طرف المعلقه كمان. معايا بقى ربع كوبايه ميه دافيه زي دمعه العين كده، وهاخد ايه نص معلقه خميره ممسوحه، خميره فوريه، وحبه كده برضو على حرف المعلقه. ما تكتريش برضو الخميره عشان الخميره بتنفش في الفرن وتديكي ايه بتكبر الكحكايه معاكي. واحط معلقتين سكر وهدوب الخميره كده، وهركنها طبعا عشان اتاكد ان هي نشطه وفعاله لحد ايه ما اقلب بقى العجين بتاعي ونرجع لها تاني، تكون بس هي اتفعلت كده عشان تتاكدي ان هي ايه سليمه ومية مية. هحط بقى ازازه جوز الهند، ازازه ريحه الموز دي بتدي ريحه حلوه قوي للكحك، زي ما احنا متفقين وعارفين ان احنا ايه دي نكهات حلوه بتخلي ريحه الكحك جميله قوي. خلاص كحكي على البارد جميل جدا جدا جدا، وخفيف على الصدر كده، ما بقاش حامي ولا حاجه. السمنه دي عندي انا مش هقدحها خالص على البوتاجاز، انا بس ايه هفككها بس كده على نار هاديه، وهشيلها على طول. مجرد بس ما تبدا تفك كده هاخدها بقى واقلبها في قلب بعضها كده ايه. طبعا انتوا عارفين ان احنا في شتاء والسمنه ماسكه في بعضها. هفككها كده بالراحه خالص. انا ما سخنتهاش يا جماعه، انا بس مجرد بس ان هي شمت النار كده، لان طبعا انتوا عارفين ان حكينا ايه النهارده على البارد. واروح بقى ايه ضيفاها على الدقيق بتاعي، وهقلب كده لحد ما اخلي ايه كل الدقيق يتاخد يتغلف كده كله بالسمنه. لازم تتاكدي ان كل الدقيق خد من السمنه بصي قلبي الاول كده بالمعلقه عشان كل الدقيق كده يختفي كده مع السمنه. بصي دخلي كله في بعضه كده، ايوه كده قلبي كده من تحت لفوق كده بالمعلقه. وبعد كده طبعا لازم ولا بد ان احنا نستخدم ايدينا. لو انت ما عندكيش عجان طبعا كان هيسهل علينا كتير، بس الحمد لله ربنا يديك الصحه كده وايه، وتعملي كده لحبايبك ان شاء الله وتاكلوه في الهنا وفي السعد يا رب. هيبقى معايا اول ما هقلبه كده هيبقى عامل زي رمل البحر كده. اهم حاجه ان انا ايه ما خليتش دقيقه ابيض باين خالص كده في الطبق. هقلب اقلب 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 كده بصوا لحد ما ايه يفرول كده معايا. وهبدأ بقى ايه على ايدي كده على كف ايدك تمسكي حتة كده حتة حتة كده وتدعكيها كده ما بين ايديكي. هو ده البس، هو ده نجاح الكحك يا جماعة. كحكك هيبقى ناعم ودايب لما تبسي العجينة كويس. بس العجينة يعني ايه تخليها زي المرهم كده في ايديكي، زي كده الملبن كده تحت ايدك اهو. جبنا سيرة الملبن، الملبن جه اهو. طبعا انا جايبة كيلو من الملبن، هقطعه حتت كده اهوت، واحط عليه حته سمنه، واحط عليه شويه سمسم،
وهقلبه كده في قلب بعضيه وشويه سمسم كمان، انا قلت سمسم، سمسم وسمنه، سمنه بلدي طبعا عشان يدي طعم حلو. وهقطعه كده اهوت، وبعدين هحط عليه بقى شويه عين جمل صغيرين، تمام. كسريهم كده ايه، او قطع يعني كسريهم بايديكي كده او حاجه، وايه وابدا ايه بقى ايه اعجني الملبن جامد كده عشان ايه السمنه تخش فيه، ونقلبه حلو كده يبقى طري كده تحت ايدك. وما تيجي بقى تحشيه في الكحكايه ان شاء الله ما يلزقش في ايدك ولا حاجه. احنا طبعا ايه سبت العجينه شويه ترتاح 5 دقايق، قبل ما اعمل الملبن، وهرجع لها تاني معاكم. اهو هعمل الملبن كور صغيره كده، يعني ما تكتريهاش، يعني ما تكبرهاش قوي عشان ما تخرجش من الكحكايه منك في الفرن وتتحرق. خليها دايما صغيره. انا كده كنت بسيت العجين لمده 10 دقايق، خليته بالمرحله دي. شوف الاول كان عامل زي رمل البحر، بص دلوقتي بقى عامل ازاي، عامل زي الكريم شانتيه بالظبط، خفيف وجميل قوي، لان طبعا بسيته كويس. عندي الحمد لله الخميره بتاعتي طلعت نشطه وكويسه. نزلت بربع كوبايه الميه، ومش هعجن، انا هلف العجينه كده، هدخل كل السوائل اللي خليها تشربها وخلاص. بص انا بقلب ازاي، انا مش هعجن خالص، لا مش هلته ولا حاجه خالص. انا مجرد ان انا ايه هلم اخلي العجينه بتاعتي تشرب السائل بتاعي. هزود اللبن اللي معايا دوت شويه ميه، واحط ايه شويه بشويه برضو لحد ما ايه الاقي العجينه لمت معايا. وطبعا احنا عارفين ان كل دقيق غير التاني، ما تكتريش من السوائل عشان العجينه ما تسيحش منك وما تعرفيش تتصرفي. شويه بشويه كده، وتدخلي بقى ايه العجينه في قلب بعضها زي ما انت شايفه كده. مفيش عجن خالص، انا كده خلاص لميتها ومبقاش في. بصوا مش عامله عرق ولا حاجه عشان ما لتتهاش، وسايبه الطبق وزي الفل. ادعكيها كده ما بين ايديكي، واختبريها بقى. لو متشققه حطي حته سمنه صغيره، لو حلوه وتمام اتكلي على الله واشتغلي. بصي اهم حاجه ان انتي تدعكيها ما بين ايديكي كده عشان تسخن كده تطرى معاكي وما تطلعش في المنقاش. حطيت بقى حته ملبن صغيره، وهنبدا ان شاء الله باذن الله كده نجرب الكحكايه. بصوا ولا بتنتش في المنقاش ولا مفروله ولا اي حاجه خالص. بصوا بسم الله ما شاء الله، ايه زي العسل. بصوا عامله ازاي، الله اكبر ما شاء الله. بصوا عامله ازاي. انا بقى بحب اوزن الكحكه عشان لما نيجي نعمل الكحكه تبقى كل كحكايه قد التانية. اعمليها 20 جرام، ما تكتريش عن كده، عشان طبعا لسه هتخش الفرن ولسه هتكبر شويه في الفرن. فهو 20 جرام حلو قوي قوي، واشتغلي على كده وربنا ايه يكرم ان شاء الله. اهو بصي عملتها قطعتها كلها كده ووزنت كله، ورحت حطاه في الطبق، وقعدت بقى ايه حشيت ونقشت الكحك جميل. هتشوفوا معايا غطيها بقى بكيس بلاستيك كده، عشان ايه طبعا الجو لسه ايه فيه برودة شويه، فعشان العجينه ما تشققش منك. وكنت هنا خلصت خلاص الملبن، وكورت العجين بتاعي وجاهز على التشكيل. حنينيها كده ما بين ايديكي كده، سخنيها كده كويس قوي كده اهو عشان تطرى معاكي وتبقى حلوه. بصي ولا تشقق منك ولا حاجه. كوريها بقى، اعملي لها فتحه كده، وروحي بقى حاطه الملبن فيها وقفلي كويس. اهو تمام كده، قفلي كويس عشان الكحكايه ما تفكش منك في الفرن، والملبن يطلع ويتحرق منك. بصوا اهو. وهنبدا بقى ننقش بقى. عايزه تعملي بالبصامه اعملي، عايزه تنقشي بالمنقاش اعملي، بس انا بقول ايه ان احنا ننقش بالمنقاش بيدي منظر جميل قوي، والكحكايه بتشيل سكر كده وبتبقى جميله جدا. اهو بصوا عامله ازاي كحك. بص ما فيش النقش ده، ما فيش اسهل منه. فرحه ولمي ولادك حواليكي كده وعلميهم، واقعدي كده اعملي في وسطيهم، وربنا يا رب ان شاء الله باذن الله تاكلوا في الخير والسعاده والهنا يا رب ان شاء الله. ادعكي كده كل عجينه تاخديها كده. بصي بقى التقطيع بيبقى سهل عليكي، تاخدي تلفيها تحشيها تنقشيها على طول، بيبقى جميل قوي قوي، ما بياخدش وقت معاكي خالص. يلا تشجعي قومي اعملي لاولادك كده باذن الله ان شاء الله، حتى لو كميات بسيطه فرحيهم كده واعملي لهم. اهو بصوا نقشه كمان اهي، اهو نعملي كده نقشات كده علميهم واعملي الوجه كده. اهو بصي نقشات كده على طول، اي نقشه تعجبك او تيجي على بالك اعمليها وهيطلع معاكي زي الفل. بس اهو اهم حاجه ان انت تعملي وتجربي كده وتعملي لاولادك كده، اهو احسن من الجاهز واحلى وفرحه في البيت ولميهم حواليكي كده اهوت، بيبقى جميل قوي الجو دوت. هنعمل واحده كمان معاكم كده وبرضه نعمل لها نقشه تانية. اهو بصي اهم حاجه كوري العجينه كده بين ايديكي
تسخنيها كده تطرى معاكي، متبقاش محتاجه اي سوائل ولا اي حاجه تانية خالص خالص خالص، وهيبقى جميل جدا. وادي نقشه كمان، بس سهل وسريع وجميل. عايز تعملي بالبصمه برضو اعملي، لو ما عندكيش وقت ولا حاجه اعملي اهو. بصي جميل قوي، بصوا عامله ازاي. النقشه الحلوه بتاعتنا بتاعت زمان دي جميله جميله جميله. كل سنه وانتم طيبين يا رب. اهم حاجه ان احنا دلوقتي لو وصلنا لحد هنا وما كنتيش اشتركتي في القناه او اول مره تشوفي قناتي، اشتركي في القناه وفعلي زر الجرس ودوسي على كلمه الكل عشان يجيلك اي فيديو ان شاء الله ينزل على القناه. وتعملي طبعا لايك للفيديو، اهم حاجه لايك للفيديو يا جماعه. فرحوني وشرفوني في قناتي. طبعا هبقى مبسوطه وسعيده جدا بوجودكم معايا. اهو بصي ادي نقشه كمان، واحده كمان اهي نقشه تانية. بصي هاتيها من النص كده وسبعات في تمانيات كده. بصي جميله قوي قوي النقش ده بيخلي الكحكايه تشيل سكر كده وبتبقى طعمها جميل قوي وشكلها حلو جدا جدا، وبالبصمه برضو بيبقى حلو برضو. بس انا عموما انا بحب القش يعني. اهو هعمل بقى كده، عملت لكم كام شكل كده، وانا هقعد بقى مع نفسي كده ايه انقشهم عشان ايه الوقت. اهو الكيلو عمل معايا الصينيتين ونص صاج دوت حلو قوي جميل. بصوا عامل ازاي بقى، بسم الله ما شاء الله. بصوا نقشه الكحك جميله ازاي. بس الكحكايه قد التانية، كل واحده نفس الوزن، كلها واحده. بصوا نفس المقاس وجميله وشكله جميل وحلو قوي قوي. اول ما تخلصي طبعا اخبزي على طول، اخبزي اول صاج انت بداتي فيه عشان طبعا بيكون ايه الخميره بتاعته اشتغلت وكده يبقى ايه تمام. اشتغلي على طول ودخلي فرن. طبعا احنا عارفين ان الكحك المحشي بيخش على درجه حراره 200. هتحطي الصينيه او الصاج بتاعك في النص. اول ما ياخد لون من تحت شغلي الشوايه حاجه بسيطه ويطلع يبقى بالشكل الجميل اللي انت شايفاه دوت. بصوا بقى الكحك زي ما دخلناه ني زي ما طلعناه مستوي. بصي بقى الكحكايه، بصوا القمر، بصوا اللون، بصوا ذهبي وجميل ازاي. ما خدش معانا وقت خالص. اهم حاجه ان انت تخلي بالك من التسويه، تخلوش ياخد لون قوي عشان خاطر ايه ما ينشفش معاكي. كل ما تبقى الكحكايه فاتحه كل ما تبقى ناعمه معاكي ومحتفظه بايه بالسمنه بتاعتها. بص بقى جمال الكحك، بصوا ولا كبر ولا لزق في بعضه ولا فرشت ولا نفشت ولا الكحكايه خدت شكل غريب عجيب كده ولا. اهم حاجه ان النقشه بتاعتها موجوده وزي ما دخلناها. ايه رايكم بقى؟ ايه رايكم في الحلاوه؟ استاهل لايك ولا لا؟ ايه رأيكم؟ جميل جميل جميل. اتمنى يا رب ان شاء الله تعملوا الكحك كده ايه بطريقتي، وتلحقي تعمليه بالطريقه بتاعتي بتاعت ام علي الطريقه الجميله. بص الكحك، بص الكحك بيتكلم عن نفسه والله، ملوش عايز كلام مني والله العظيم. جميل جميل. نجرب معاكم كده واحده وتشوفي قد ايه الكحك بتاعي ناعم وجميل. اهو بصي، دوسي كده على الكحكايه تلاقيها ايه هي سخنه مش عارفه امسكها. اهو بصي، بصي ناعمه ازاي. بصي الكحكايه ناعمه ازاي وجميل مش مستحمله حاجه. ليه بقى؟ لان انا ايه بس الكحك كويس فمحتفظ بكميه السمنه بتاعته، بس هو سخن والله مش عارفه احط ايدي فيه. بصوا جميل ازاي. جميل جميل جميل. كحكايه ما شاء الله، لوز اللوز. بصوا عامله ازاي مش مستحمله حاجه. اهو ايه رايك بقى في الجمال والحلاوه دي؟ بصي الملبن بتاعي طري ازاي، بصي مش سايح. بصي محتفظ بنفسه ازاي، ولا سايح بقى ولا ما ولا ناشف ولا معجن ولا اي حاجه خالص. الكحكايه زي الفل. بصي جميل جميل جميل. ها بصوا الكحكايه والله في منتهى الجمال. كل سنه وانتم طيبين ويعود عليكم الايام يا رب بخير ان شاء الله. تيجي عليكم العيد كده وانتم فرحانين بولادكم يا رب، وكل واحد يكون حقق كل اللي نفسه فيه، وان شاء الله تعملوا الكحك بطريقه ام علي. اتمنى يا رب ان الفيديو يعجبكم وتعملوا الكحك بطريقتي. اهو بصوا جمال الكحك والله زي ما يكون لسه يخش يستوي يا جماعه والله. بص الكحك زي ما دخل الفرن زي ما خرج، ولا فرشت ولا كبرت ولا اي حاجه خالص. تزمي بالمقادير، اهم حاجه الخميره تاخدي بالك منها، والبيكنج باودر تاخدي بالك منه عشان خاطر النقشه بتاعتك تفضل على الكحكايه. اتمنى من كل قلبي ان الكحك يعجبكم بتعملوه بطريقتي. واسيبكم على خير. دمتم احلى حاجه في حياتي يا رب. كل سنة وانتم طيبين وتعملوا كحك يا رب كده وانتم متهنيين. والسلام عليكم ورحمة الله، وفيديو جديد بإذن الله. سلام عليكم.